الاتحاد الافريقي غدوه ان شاء الله راح يدير اجتماع للمكتب التنفيذي ديالو، بصح هذا الاجتماع ما راحش يكون شكلي. هذا الاجتماع راح يكون في قرارات استثنائيه، اقالات وحتى استقالات، لانه اول اجتماع بعد لا كوب دافريك والمهازل اللي صراو فيها من تحيز وظلم تحكيمي واحداث المباراه النهائيه، ومم ثاني كاين امكانيه لتغيير لجنه التحكيم. بصح من كثره الغضب تاع اعضاء المكتب التنفيذي وعدم رضاهم بواش صرا، 6 من الاعضاء ما راهمش رايحين يحضروا في تنزانيا، ومن بينهم رئيس الاتحاديه الجزائريه وليد صادي ورئيس الاتحاد المصري ابو ريده وبعض الاعضاء من غرب افريقيا. بصح كاين اللي راح يدخلوا في الزوم يعني عن بعد، وكاين اللي ما راحش يحضروا كامل، وهنا راح تكون مهزله ويظهر للعالم باللي هذا الاتحاد بدا يتفكك. ومن جهه اخرى راكم تشوفوا في هذا السوسه الامين العام للكاف الكونغولي فيرون موسينغو اومبا، الهضره راي كامل تقول باللي هذا اخر اجتماع له، والسبب انه فات السن القانوني اللي يخليه يكون في هذا المنصب، وحتى الفتره الاستثنائيه اللي تقدر ب3 سنين زياده وخلصت له. واللي ما يعرفش هذا السوسه تقدر تقول هذا الكل في الكل في الاتحاد الافريقي. المهم تقدر تقول هذا الاجتماع راح يكون حاسم بالنسبه لبزاف جهات ولوبيات، والعلاقات والموده اللي كانت بيناتهم قبل لا كوب دافريك وبعدها ماشي كيف كامل. المهم غدوه ان شاء الله نشوفوا اذا تربوا ولا كملوا في الطغيان ديالهم.